تخيل لو خدت جيتار كهربائي معاك لليونان القديمة. اليوم الأول توصل لأثينا ومعاك جيتار كهربائي وأمبليفاير صغير. الناس كلها تبصلك باستغراب، هم متعودين على القيثارة والناي، لكن عمرهم ما شافوا حاجة زي دي. توصل الجيتار بالكهرباء وتعزف أول كورد، الصوت يرن بين المباني الرخامية، وفجأة الناس تتجمع حواليك، بعضهم يدرس الأوتار والمفاتيح وخشب الجيتار الغريب. واحد يسألك إزاي صوت الرعد جوه الآلة دي. اليوم الثالث الخبر يوصل لسبارتا، يطلبوا منك تعزف قدام الجنود، تعزف حاجة عالية جدا. المحاربين يبدأوا يخبطوا برجليهم مع الإيقاع، وفجأة أول ماش بيت في التاريخ يبدأ. اليوم الرابع الفلاسفة ييجوا يسمعوا، سقراط يقف يفكر ويقول لو الموسيقى ممكن تبقى بالقوة دي، هل دي لسه موسيقى ولا حاجة تانية؟ تعزف نغمة منحنية وهو يكتب الملاحظة فورا. اليوم الخامس الأمبليفاير يبوظ والجيتار يسكت تماما، الناس تتجمع حواليه في هدوء ويبدأوا يتناقشوا إيه اللي كان بيطلع الصوت ده. اليوم السادس يحطوا الجيتار في معبد ويقولوا إنه كان بيحبس صوت الرعد جواه، وبعد مئات السنين العلماء لسه بيتجادلوا هل كانت آلة موسيقية ولا سلاح.